السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن موعد مباراة منتخبنا اليمني للناشئين القادمة أمام المنتخب السعودي في نهائي بطولة كأس غرب آسيا للناشئين. ولكن قبل أن نبدأ نرجو منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. تأهل منتخبنا الوطني على حساب المنتخب الإماراتي في نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين بنتيجة هدفين مقابل لا شيء سجلهما الكابتن عادل عباس، ليلاقي معها المنتخب السعودي الفائز على المنتخب العراقي بنتيجة هدفين مقابل هدف. موعد المباراة النهائية لبطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين بين منتخبنا الوطني والمنتخب السعودي ستلعب في يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023. توقيت المباراة لم يحدد إلى الآن، وقد تقام في الساعة 6 مساء، وستقام المباراة في سلطنة عمان على ملعب السعادة صلالة. أما عن القنوات الناقلة سيتم نقل المباراة على القنوات التالية. نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للناشئين. إغلاق المساحات أمام لاعبي المنتخب اليمني. جول، نعم، الهدف الأول للمنتخب اليمني، يسجل أول أهداف في هذه اللحظات. حارس المرمى أيضا، وتمركز لاعبي منتخب اليمن. لعب كرة عرضية، تسديدة، الهدف الثاني للمنتخب اليمني. نعم، يتقدم على حساب منتخب الإمارات. الهدف الثاني نعم يأتي في هذه اللحظات على بعد 4 دقائق عن صافرة نهاية الوقت الأصلي شوط لمنتخب الإمارات. لكن منتخب اليمن أيضا يقدم مباراة جميلة. وهدف ثاني، زاوية مفتوحة من البستكي.